السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. إن شاء الله الفيديو نتاع نهار اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة رولي الدجاج غير بنصف صدر دجاج، يعني يقطع كمية كبيرة، رافقته مع الزيتون والشامبينيون، ووصفة رمضانية تجي بزاف بنينة سهلة وسريعة التحضير. نبداو على بركة الله في الوصفة ومقاديرها. لهنا عندي نصف صدر من الدجاج، نحطه لهنا في إناء، نضيف له ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من البصل، والبصل لهنا كنت رحيته هكذا باش يطيب معنا وما يجيش تاني باين في الدجاج نتاعي. نضيف له لهنا حوالي 2 فصوص من الثوم، ضفت له المعدنوس مقطع رقيق، وعندي توابل الملح والفلفل الأسود فقط. نضيف له ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من لاشابلور الخبز اليابس والمرحي، وعندي حبة من البيض. نضيف كذلك 2 ملاعق كبار من الزيت، ونخلط الكل جيدا حتى تدخل لي كامل هذيك المكونات في بعضها، ونتحصل على هذا القوام. وهنا نحط أول حاجة ورق الألمنيوم، ثم نحط هذاك ورق الشفاف، ومن بعد نقسم هذاك مزيج الرولي تاعي إلى 2. نصف صدر دجاج راح تخدمي به 2 من الرولي، وكل وحده وعلى حساب أفراد الأسرة تاعها. والرولي هنا ما يحش يكون يعني كبير بزاف، راح يكون متوسط. نحطه فوق هذاك البابي اللي حطيته، ونحاول كيفاش نفتحه بهذه الطريقة، وروحوا لهنا معاه غير بالعقل وراح يتفتح معاكم يعني بكل سهولة. نشكله مستطيل، ونضيف له لهنا الجبن. حطيت القطعة الأولى، ثم نحط القطعة الثانية، وحطيت كذلك هذا الجبن تاع الميزان، ونبقى نلوي في هذاك الرولي تاعي، نبقى نشكل فيه بالاستعانة بهذاك الورق الشفاف، ونحاول كيفاش نلفه جيدا بهذاك الورق الشفاف بهذه الطريقة. وهنا بعد ما لفيته جيدا في هذاك الورق الشفاف، نلفه كذلك في ورق الألمنيوم، ونبلع له جيدا هذوك الأطراف، ونحطه بجه، ونجوز لهنا الكمية المتبقية بنفس الطريقة. فرشت ورق الألمنيوم ثم ورق الشفاف، حطيت هذاك صدر الدجاج اللي عندي، ومن بعد نبقى نسقم فيه هكذا على شكل مستطيل. نحط له كذلك الجبن ونشكله على شكل رولي. وهاوليك الرولي تاعي بعد ما كملت شكلته. نجيب لهنا كسكاس ونحط فيه هذاك الرولي تاعي، ونحطه فوق النار يفور حوالي 40 دقيقة، والنار لازم تكون هادية. ونجوزو لهنا لهذيك الصلصة، حطيت فيها لهنا القليل من الدجاج، الزيت، البصل. نقلي هذاك الدجاج مع البصل جيدا فوق النار. وهنا بعد ما تقلاو لي نضيف طماطم المصبرة حوالي نصف ملعقة، وعندي كذلك الزيتون الأخضر اللي كان سبق لي وغليته عدة مرات هكذا باش تخلصت من هذاك الملوحة تاعه. نضيف التوابل، عندي فلفل أسود، الملح، الكركم، الزنجبيل، والقليل جدا من القرفة. وضفت كذلك الشامبينيون، يعني لهنا المقطع كان راح لي. نقلي هذوك المكونات جيدا على النار تكون هادية. بعد ما يتقلاو لي نمرق لهنا بالماء سخون يكون يغلي، ونخلو هذاك الزيتون مع هذاك الدجاج يطيب لنا. ونجوز لهنا لهذوك لي بودان اللي كنت فورتهم لهنا بعد مرور 40 دقيقة، هام ليك راهم يعني طايبين.
نخلوهم يبردوا ومن بعد نفتحوهم، نحاول ننزعهم هذاك الألمنيوم وهذاك الورق الشفاف، ومن بعد نجيب هنا البيض والفرينة ولا شابلوغ، نجوز هذاك الرولي تاعي في الفرينة أول حاجة، نحاول كيفاش نلبسو بهذيك الفرينة بكامل الجوانب، ثم نحطو هنا في البيض، ثم نحطو في لاشابلور، نلبسو كامل بهذيك لاشابلور، ونكمل البوداء الثاني بنفس الطريقة. وهامليك لي رولي تاعي بعد ما رمتهم في الفرينة والبيض ولا شابلور، نجيب لهنا مقلاة نحط فيها الزيت ونخلوه يسخن جيدا، ونقليو هذاك الرولي نحمروهم جميع الجوانب. بعد ما نحمروه ننزعوه ونحطوه مباشرة في كسكاس يقطر من هذاك الزيت، ولا تقدروا تحطوه كذلك فوق من ورق الماس للزيوت، ونخلوه يبرد حوالي 10 دقائق، ومن بعد نقطعوه هكذا باش نضمنوا بلي ما راحش يعني يتفتت معنا، وراح يتقطع معنا بكل سهولة كما راكم تلاحظوا. شوفوا لي يعني كيفاش جا من الداخل، صدقوني وصفة أكثر من رائعة. وهذاك يعني البيض ولا شابلور والفرينة اللي حطينا فيه الرولي تاعنا أعطانا قرمشة، ومن الداخل يجي طري ويجي بزاف بنين. نكمل نقطع الرولي تاعي ونحطوه في صحن التقديم، وهاوليك لو بلا تاعي راهو واجد. صدقوني وصفة أكثر من رائعة، وصفة رمضانية بامتياز بكمية كبيرة، يعني شوفوا نصف صدر دجاج قطعت لنا كمية لا بأس بها، وهذاك يعني الزيتون والشامبينيون ضاف له بنة على بنة. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم بالصحة فطوركم. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله، والى اللقاء.